لو انت من كيفة شرب القهوة والناس اللي بتتعب مع الصيام وبالتالي تستنى فنجان القهوة اللي بتاخده مع السحور، وعادة بيأخروا لحد قبل الفجر ب 10 دقايق كده، ربع ساعة، ومتخيل ان الفنجان ده هو اللي هيخليه فايق بعد كده على مدار اليوم، خليني اقول لك ان غالبا الفنجان ده هو السبب الرئيسي في تعبك على مدار اليوم. لان انت لما شربت الفنجان مرة واحدة، كمية الكافيين اللي فيه دخلت للدم بسرعة، بتوصل لاعلى مستوى عندي بعد حوالي 50 دقيقه، وبعدين تنسحب تماما من الدم او الجسم، يعني يتخلص منها في خلال من ساعتين لاربع ساعات. هنقول الاربع ساعات. يعني انت لو شربت الفنجان ده الساعه 4:30 الفجر، الساعه 8:30 الصبح انتهى التاثير بتاعه، وبالتالي حضرتك دلوقتي مفيش الفوقان بتاع بقيه اليوم، فبالعكس بتحس ان انت تعبان ومجهد ومش قادر تركز، وكأن حد شد الفيشه عن دماغك، ومأثر كمان معاك على المذاكره لو انت من الناس اللي بتذاكر وعندها امتحانات وفي مراحل دراسيه. طيب ده الجانب بتاع الكافيين. بالاضافه كمان ان الكوفي نفسها ليها دور دايوريتك، يعني بتساعد على دخول التواليت، تخلي الجسم يتخلص من الميه اللي موجوده عنده الزياده، وبالتالي لو انا من الناس الحساسه للتاثير الدايوريتك او المدر للبول بتاع القهوه، هفقد الميه بسرعه، وده هيساعد اكتر في ان الدوره الدمويه اللي عندي تقل، واحساسي بالجفاف والتعب كمان يكون اكبر. طب ايه الحل؟ طب احنا نعمل ايه؟ انا واحد النهارده بذاكر، عندي امتحانات ولا عندي شغلي وعندي مذاكره، يعني عايز اشوف حياتي ايه العمل. علميا بنروح لاستخدام المكملات الغذائيه اللي فيها الكافيين على شكل سستيند ريليز، شكل ممتد المفعول. عشان كده عندنا دلوقتي في الماركت واحد من اهم السبلمنتس اللي بتحل المشكله ديت، كافينايزر. كافينايزر جواه 100 مللي جرام من الكافيين على شكل سستيند ريليز ممتد المفعول. حضرتك لما بتاخد القرص الممتد المفعول الساعة 4:30 الفجر مثلا، قبل الفجر بحوالي تلت ساعة اهو، بتدخل الكافيين عندي بشكل بطيء جدا للدم، وبالتالي تعرف تنام بالمناسبه الساعتين اللي بعد الفجر دول لو انت هتنزل الشغل متاخر شويه، وبعدين توصله لاعلى مستوى في الدم بعد حوالي 4 ساعات، يعني الساعه 8:30 9 توصل لاعلى مستوى من الكافيين، وده الوقت اللي انت عايز فيه عشان تركز. ده بدايه اليوم الدراسي او يوم الشغل بتاعك او اليوم اللي فيه الفيزيكال واللايف ستايل بتاع حضرتك، وبعدين يستمر التاثير ده من 8 ل 12 ساعه، يعني القرص مكمل لحد 4:30 العصر او قبل المغرب على طول. معناها ان انت عندك فوقان فتره اطول في الوقت نفسه، كمان ما عندكش احساس انسحاب الكافيين اللي بيحصل مع فنجان القهوه العادي او مع شوت الاسبريسو اللي انت بتاخده مع الفجر. طب كده احنا فهمنا هو بيديني تاثير لفتره قد ايه، وقد ايه هو بالنسبه لي بيكون هايل من غير ما يحصل معاه الويذرول. في عندنا سؤالين مهمين. دكتور، هو 100 مللي جرام دول كميه كافيه ولا كميه كتيره ولا تساوي ايه؟ خليني اقول لحضرتك ان الاسبريسو شوت الواحد فيه تقريبا 55 مللي جرام من الكافيين، يعني الدبل شوت بيجيبوا ال 100 مللي جرام، فكانك اخدت دبل شوت اسبريسو. ولو انا بشرب القهوه التركي بتاعتنا حسب نوع البن اللي معاك، لو البن اللي معاك بن روباستا، فلو معاك فنجان واحد تقيل هيديك ال 100 مللي جرام، ولو البن اللي معاك ارابيكا فانت كانك شربت فنجانين او قهوه دوبل يعني من البن الارابيكا، فانت كده اخدت اللي انت هتاخده من فنجان القهوه باختلاف التركيزات بتاعته. طب السؤال الثاني، طب يا دكتور ال 100 مللي جرام دي ليها تاثير عندي على ضربات القلب، ليها تاثير عندي على الضغط، ليها تاثير عندي على الجهاز الدوري والقلب؟ خليني افاجئك واقول لك ان الناس حتى اللي عندها مشاكل في القلب من 200 ل 400 مللي جرام يوميا من الكافيين، الدراسات اثبتت انها لا تؤثر مطلقا عليهم. بعد ال 400 بعد كده بنبدا نقللها شويه، وفوق ال 600 بنمنعه تماما للناس اللي عندها مشاكل في الجهاز الدوري والقلب. فانت في السيف سايد، في السيف مارجن، في الجرعه الامنه اللي هي ال 100 مللي جرام. وخلينا كمان برضو ناخد بالنا من حاجة تانية زي ما وضحنا ان احنا الجرعات بتاعة الكافيين اليومية من 100 ل 200 واب تو 400 للشخص العادي ما فيهاش اي مشاكل خالص، فده بيسمح ان الناس اللي محتاجة توصل لقرصين او 3 كمان بدون اي مشكلة. وبكده احنا عرفنا ان الكافينايزر حل لي المشكله الكبيره بتاعه الكافيين والذرول اللي كانت بتحصل مع فنجان القهوه اللي بشربه مع السحور. هو بقى بيديني تاثير لفتره اطول من غير التاثير بتاع الدايوريسيس او دخول التواليت وفقدان الميه الكبير، زائد فوقان لفتره قرب ال 12 ساعه. بالمناسبة كمان كافينايزر من الاصناف المسجلة في هيئة سلامة الغذاء المصرية. وبكده حلينا المشكله بتاعتنا، وافتكر دايما ان صحتك اهم.